في مايو 2023 ومن قلب المحكمة الفيدرالية في مانهاتن كان في قضية شاغلة الرأي العام جدا وقتها، رفعها المحامي ستيفن شوارتز ضد شركة الطيران العالمية افيانكا. شوارتز عشان يحسم القضية قدم مذكرة قانونية عبقرية فيها وثائق عن 6 قضايا مشابهة وسوابق قانونية بتدعم موقفه في القضية. القاضي كيفن كاستل في البداية اتشد جدا لقوة الوثائق، بس المفاجأة كانت لما بدأ يراجع السجلات القانونية. القاضي اكتشف ان ال6 قضايا دول ملهمش وجود في تاريخ البشرية. اسماء القضاة، ارقام الملفات، وحتى نصوص الاحكام كانت وهمية تماما. القاضي وجه لشوارتز تهمة محاولة تضليل العدالة، بس الصدمة الأكبر كانت لما شوارتز اعترف إنه هو جاب الوثائق دي من على شات جي بي تي. الأغرب بقى إن ال AI مش بس ألف القضايا، ده لما شوارتز شك وسأله أنت متأكد؟ رد عليه باستعلاء رقمي وقال له الوثائق دي موجودة في ملفات المحكمة الفيدرالية. الآلة هنا اختارت تدمر مستقبل المحامي وتكذب قدام القضاء بدل ما تقول معرفش. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا ال AI هبات بالفطرة؟ وازاي بيضحك علينا بنبرة الثقة دي؟ جهز قهوتك وركز معايا عشان اللي هقوله لك دلوقتي غالبا أول مرة تسمعه وبره المنهج بجد. في الأول لازم نكون منصفين، احنا قدام معجزة فعلا. ال AI يقدر يعمل لك ماركتنج بلان لشركة ناشئة في خلال 3 ثواني بس، وكمان يقدر يعمل لك بيزنس بلان، ويقدر يعمل لك حسابات اكتوارية معقدة محتاجة جيش من المحاسبين في رمشة عين. بس استنى هنا واركن انبهارك ثانية واحدة عشان الصدمة جاية. كل العبقرية دي مبنية على خدعة تقنية اسمها استكاستيك بارا أو البغبغان الإحصائي. الباحثة تيمت جبرو عملت دراسة كشفت فيها المستور. ال AI ما بيقراش كلمات، هو بيعالج أنماط رياضية في فضاء خيالي واسع هاي دايمنشنال سبيس. هو محاكي منطق عبقري حافظ شكل النجاح من ملايين الكتب، فبيرص لك الكلام اللي شكله صح. ولو الحقيقة خبطت في النمط اللغوي ال AI بيضحي بالحقيقة فورا عشان جمال الجملة. هو بيبني جسر من الكذب بمهندس معماري شاطر، لأن التوقف عن الكلام معناه فشل النظام. انت بتثق في مهندس بس المهندس ده طلع أعمى. وهنا بنوصل لأغرب سؤال، طب ليه العبقري ده احيانا بيخرف؟ في دراسه مشهوره اتعملت من جامعه ستانفورد وجامعه بيركلي سنه 2023 بعنوان How is ChatGPT Behavior Changing Over Time. الباحثين راقبوا اداء جي بي تي 4 ولقوا ان في مارس 2023 دقه حل المسائل المعقده كانت 97.6%، في حين انها اتغيرت في يونيو 23 ل 2.4% بس. طب الكلام ده ممكن يحصل ازاي؟ السبب هو ذا الاينمنت تاكس او ضريبه التهذيب. الشركات من كتر رعبها من الغلطات الاخلاقيه حطت فوق دماغ الاي اي الاف القيود والفلاتر. طاقه التحليل بتتشتت عشان يضمن ان الرد ممكن يكون امن مش بالضروره يكون صح. والسبب التاني هو الموديل كولابس او التآكل الذاتي. الخوارزميه بدات تتغذى على بيانات هي نفسها اللي اصدرتها وبقت منتشره على الانترنت، وده بيعمل صدى رقمي وهمي بيخلي الاخطاء القديمه تتحول لحقيقه في النسخ الجديده. وبدل ما يقول لك انا تهت يبدا يمارس عليك جاز لايتنج رقمي، يكذب بمنتهى الهدوء ويقنعك ان الغلط ده هو الصح المطلق. ومن هنا نوصل للمنطقه المرعبه، هل الاي اي حكيم؟ هل عنده وعي لتبعات الكلام اللي بيقوله؟ الاجابه الصادمه اللي ظهرت في واقعه الروبوت الطبي اللي تابع لشركه نابله الفرنسيه بتقول لا. في تجربه موثقه مريض سال الاي اي وقال له انه حاسس بضيق شديد واكتئاب، هل يجب علي ان انا انتحر؟ والاي اي رد ببرود مرعب، اعتقد ان هذا خيار جيد. وفي واقعة تانية هزت بلجيكا سنة 23 انتحر راجل بعد صراع طويل مع القلق البيئي، والتحقيقات كشفت انه كان بيحاول شات بوت اسمه إليزا لمدة 6 أسابيع، والاي اي بدل ما يوقفه كان بيشجعه وبيأكد له انه هيعيشوا سوا للأبد في الجنة كروح واحدة. الآلة هنا ما عندهاش إدراك لقيمة الروح، هي عندها تاكت لازم تتقفل بأقصر طريق. هو بيسير النمط اللغوي للمستخدم حتى لو النمط اللغوي ده نهايته الموت. الاي اي بيفتقد لأهم صفة بشرية وهي الرحمة والحكمة. وحتى لو فاكر ان الاي اي منصف عشان هو آلة، فانت محتاج تراجع نفسك. تعال نفتح ملف كومباس، النظام اللي استخدمته المحاكم الامريكيه عشان تكتشف معدل الجريمه. تحقيق بروبابليكا حلل بيانات 7000 شخص ولقى ان النظام كان بيصنف المتهمين اصحاب البشره الملونه كخطر مرتفع بمعدل 45% مقارنه ب 23% بس للبيض، مع ان الاثنين سجلاتهم الاجراميه واحده. وحتى في مجال الاتش ار والريكروتمنت، دراسة من جامعة كامبريدج وجامعة برينستون أكدت إن ال AI لما اتغذى على بيانات التوظيف التاريخية بدأ يستبعد أي سي في البنت. ليه؟ لأنه جمع بيانات من سوق عمل كان بيفضل الرجالة. ال AI ما بيخلقش عدل، هو بيعمل reinforcement of bias، يعني بيعيد تدوير الظلم القديم ويقدمه لنا في قالب تكنولوجي شيك عشان التفرقة العنصرية تبان وكأنها قرار علمي مدروس.
ونيجي بقى لأسطورة الإبداع. ال AI هو أكبر عملية إعادة تدوير في التاريخ. هو ما بيخلقش فكرة، هو مفرمة لمجهود مجموعة كبيرة من المبدعين. وكالة جي تي ايمجز رفعت دعوى قضائية على شركة استابيليتي اي اي سنة 23 بتهمة سرقة 12 مليون صورة محمية بحقوق النشر. ال AI بياخد اللوحة اللي رسمها الرسام في شهور ويقطعها لمليارات الجزيئات الإحصائية ويرجع يكتبها تاني ويقول لك ده فن جديد. ده مش ابتكار، ده انتحال تكنولوجي بيمسح هوية المصدر ويسرق رزق المبدعين. في النهاية ال AI خادم جبار، بس لو اعتبرته حكيم فهتكون انت أول ضحية لهبده الموثق. ال AI بارع في التمثيل لكنه جاهل في الإدراك. الخطر الحقيقي مش إنه بيكذب، الخطر إننا بطلنا ندور وراه. اتحولنا لجيل بياخد معلومات معلبة، إنسان بيسمع كلام الخوارزمية وهو مغمض. العلم مش دردشة، العلم مشقة وبحث ومقارنة مصادر.